من جديد العرضية من تاني مش ممكن. أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء. المنتخب العراقي لسه بقول لحضراتكم خدوا الثقة، نعم ثقة وأي ثقة. ينجح محمد قاسم أحد المواهب الشابة ولاعب فريق القوة الجوية في إحراز أول أهداف اللقاء من على حدود منطقة الجزاء من ناحية اليمين. عملها عرضية خدعت الجميع. الدقائق قد تكثر الأخطاء للمنتخب القطري وقد نستغلها بهجمة لمهند، للسيف القاطع للمنتخب العراقي الأبيض علي عدنان. الكرة الثابتة داخل منطقة الجزاء، مهند ولا تعود سدد درجال. هذا درجال العراق، ذكرنا بسيول، ذكرنا بالعراق. جول! هذا محمد. الله! عاشت الاسماء، عاشت الاقدام، عاشت التسديده يا ابو جاسم. الجول الثاني للعراق، الهدف الثاني للعراق. جول للعراق، جول للعراق. تحية للبصرة ولأربيل، للتحرير، لبغداد، للمنصور، لمدينة الصدر، لذي قار، للنجف، لبابل، لواسط، للديوانية، للكل. كلهم فرحوا من زاخو إلى البصرة يا حبيبي. جريدة البيان الإماراتية بين الأبيض يرفع راية الفوز أمام السود رافدين. وهنا لدينا تتقدم عن طريق علاء عباس. أتى به إلى هذا، أتى المنتخب العراقي رأسية، لكنها أيضا تصل إلى أعلى عدالة. زالت خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي. ولدينا الله! يجعل العراق بهدفين الآن مقابل لا شيء. الله على خبرة الله. أعتقد التسديدة ربما تأتي الآن من لعبة تلحق الجول. لعبها علي فايز، صدت من السيد ابراهيم. المتابعه حاضره، ومهند علي الذي صام في كل المباريات الثلاث السابقه الان يتمكن من الوصول الى مرمى المنتخب البحريني. من بدري سجل المنتخب العراقي. لاحظ يوم اللعبه، ولاحظ المتابعه الحاضره. هني صدها حارس المرمى، وهي المتابعه الحاضره اثبتت من يد حارس المرمى، وبالتالي اتت المدية الثانيه. اذا اللعبه الى الامام تكون خطيره بالفعل. اللعبه جول.
شوف لاعب معاي، يا سلام استقبال جميل وترويض الكرة اجمل الحقيقة. شوف لاعب معاي الكنترول الرائع من محمد جاي، يا سلام كنترول رائع من محمد جاسم مرهون ينفرد في مرمى جلال حسن، وبالتالي يزور الشباب. برغام راح يتقدم على عمر برغام، يتقدم التعادل مستمر، كل فريق سجل مرتين، وبالتالي ياتي امامك الان لاعب المنتخب البحريني. شوف بعض اللاعبين يسددون مثل الكره هذه برغام اسماعيل، القصد من مشاركته تسديد هذه الضربه الترجيحيه وقد سجل منها ووقت النتيجه الى التعادل. الان الركله الترجيحيه الثالثه، اعتقد لاعب تالق في المباراه، اعتقد محمد جاسم لاعب المنتخب البحريني، وترقب من الجميع والاعصاب مرهقه متوتره لا شك في ذلك، من يصعد الى المباراه النهائيه لاعب المنتخب البحريني على تنفيذ الركله الترجيحيه محمد جاسم، وحارس المرمى جلال حسن. الركله الترجيحيه الثالثه للبحرين، تاخر اللاعب البحريني ولكن عدل المقص، خلاص الركله الترجيحيه الثالثه. نجاح البحرين يتواصل لغايه الركله الترجيحيه الثالثه، لغايه الان ما حد ضيع، لغايه الان ما حد تالق. انت الان تبحث عن الذي يتالق، من الذي يتالق؟ هو حارس المرمى، اللاعب اللي يكون سيء الحظ اللي يضيع. لكن لغايه الان النتيجه 3-2 لمصلحه المنتخب البحريني، والان امامك الضربه او الركله الترجيحيه الثالثه لمصلحه المنتخب العراقي، وركله ترجيحيه في غايه الاهميه لمصلحه المنتخب العراقي. ابراهيم بايش لاعب متالق في البطوله، بايش وجلال والنعمت، وصارت النتيجه 3-3. التعادل يستمر، كل فريق سجل 3 مرات، والان الكل يترقب الرابع والخامسه. شوف يمكن في الرابعه، يمكن في الخامسه، الله اعلم، يمكن لان الثلاثه سجلوا دخل الان الركله الترجيحيه الرابعه لمصلحه البحرين. اي لاعب يضيع الان المباراه حتى في الركلات الترجيحيه تصل الى مرحله الخطر، الى مرحله ربما الخروج الى لاعب المنتخب البحريني تياغو اوغوستو على تنفيذ الركله الترجيحيه الرابعه. اوغوستو يتقدم، يسجل اوغوستو، وسعيد اوغوستو لانها ركله ترجيحيه في غايه الروعه، يسددها ويعطي افضليه مستمره للبحرين، لان الان العراق راح يسدد الركله الترجيحيه الرابعه. لحظات الخطر، لحظات الخروج قادمه، اعتقد باتت قريبه اكثر واكثر من تاهل واحد من الفريقين. الان البحرين النجاح لغايه الركله الترجيحيه الرابعه، فهل ينجح المنتخب العراقي في تسجيل الركله الترجيحيه الرابعه؟ مصلحه المنتخب العراقي، وفي حارس مرمى تالق الان في الركلات الترجيحيه. السيد ابراهيم يمكن يعملها، لاعب المنتخب العراقي يسجلها، واللي يضيعها يتقدم لاعب المنتخب العراقي. شوف والله قد تؤدي هذه الركله الترجيحيه الى خروج العراق، يمكن تخرج العراق، ضاعت على العراق. الرابعه لانها الرابعه قد تؤدي الى خروج المنتخب العراقي. محمد قاسم الذي سجل الهدفين في مرمى قطر في اليوم الافتتاحي، الحقيقه ضاعت منه، وبالتالي قد يتاهل
مرة